ماما، اماتي، يا مامي، انت يا ستي اللي اسمك امي. اما انت يا وليه وينك؟ سخنين الميه بسرعه. الام وهي خارجه من المطبخ وماسكه الشبشب زي سلاح في ايديها. جرى ايه يا حيوانه؟ بتصوتي كده ليه يا بت؟ البيت ده في ميت ولا ايه؟ لين ردت عليها بحماس وهي شايله كيس كبير قوي في ايديها. فيه ايه بس يا ست الحبايب؟ ده انا جايبه كنز معايا. قومي قومي وشوفي، 6 اكياس اندومي بالخضار يا ماما، 6 بالعدد، تخيلي. الام بصدمه وهي بتقرب منها واحده ورا التانيه. اندومي تاني؟ مش قلنا يا بت مش هناكل الزفت ده تاني؟ ده السم بعينه يخرب بيتك. اما لين بقى بتضحك وبتجري وهي بتحمي كيس الاندومي في حضنها وكأنه طفلها بالظبط. يا مامتي حرام عليكي، دي نودلز بالخضار يعني صحة اهو، واليوتيوبر الكورية اللي بشوفها بتفضل تاكل فيها وبتخليها مبسوطة، يعني ممكن يخليني مبسوطة انا كمان. الام وهي بتجري وراها في الصالة. مبسوطة ايه يا مجنونة؟ مبسوطة وانت هتهدي البيت علينا يا بت؟ اما لين وهي بتضحك وهوب استخبت ورا الكنبة. طب خلاص بقى يا ست الكل، اخر مرة والله العظيم، بس عشان خاطر نفسيتي تعبانة قوي النهاردة وعايزة افرح. وبعد شوية الاتنين كانوا قاعدين قدام التلفزيون، كل واحدة فيهم ماسكة طبق اندومي وساكتين وبيتفرجوا على فيلم رومانسي، وريحة التوابل بتاعة الاندومي مالية المكان. لين وهي بتشفط الاندومي وبتتكلم في النص. ايوه هو، بصي يا مامتي، الراجل دوت اللي في الفيلم ده شبه مدرب الكاراتيه اللي فتح الجيم الجديد تحت بيتنا. الام وهي بتاكل وبتتكلم في نفس الوقت. ايوه ايوه ايوه، سمعت عنه، بيقولوا وشه ناشف كده ومحدش عارف يضحكه والعيال بتعيط من اول حصه. بس باين عليه قلبه طيب قوي والله، عندي احساس كده ان هو الراجل دوت وراه قصه كبيره. قصه ايه يا بت؟ انت هتسيبي كل الرجاله وتروحي لمدرب الكاراتيه يا خايبه؟ اما لين بكل خبز وهي بتاكل اخر شوكه، وهو ده بقى اللي انا ناوي عليه، انا هنزل اتمرن معايا ماما. نعم يا روح امك، تتمرني؟ لا 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 مش معقوله، لين وكاراتيه؟ ده انت يا بنت المنكوسه لما المستر كان بيشخط فيكي كنت بتعيطي يا بت، هتستحملي الكاراتيه مره واحده؟ اه، وما استحملوش ليه يعني؟ طب ايه رايك بقى ان انا هنزل احجز معاه من بكره كمان؟ وماله يا بنتي، اهو تسلي وقتك وتهزي نفسي، وهو ده اللي هيربيك يا بنت بطني. وتاني يوم الصبح لين كانت صاحيه وهي متحمسه قوي، كانها رايحه مهرجان من الجيم، لابسه تريننج جديد وكان لونه فوشيا فاقع، وماشيه في الشارع عماله تغني وعماله تضحك وهي لوحدها. دخلت الجيم وهي ماسكه الموبايل بتصور اليافطه وبتقول لنفسها اهو الجيم اللي هيغير حياتي او هيبوظها، ايهما اقرب، الله اعلم بقى. ودخلت عند الريسبشن وقالت للبنت اللي كانت واقفه: يا صباح الورد يا جميل، انا جايه احجز في الكاراتيه بتاعكم ده، نفسي اتعلم اضرب الناس من غير ما يقدروا عليا. تمام يا فندم، الكابتن موجود جوه، ممكن تشوفيه قبل ما نحجز؟ لين دخلت اول ما شافت مدرب الكاراتيه ووقفت مكانها وكانها شافت عفريت. الراجل طويل وجسمه رياضي، وشه ده متجهم، عيونه سودا وصوته تقيل قوي وهو بيكلم حد. شد رجلك يا ولد، ده تمرين مش نزهه. لين فضلت واقفه عماله تبص عليه وهي بتقول لنفسها يا نهار اسوح، ده وشه لوحده مرعب قوي، انا جايه اتعلم ولا جايه اتعذب؟ وهو لمحها وهي داخله، قرب منها بخطوات تقيله وقال لها بنبره جد: انت عايزه ايه؟ لين فضلت عماله تتلخبط في الكلام وبدات تقول كده اي حاجه مش مفهومه. انا كنت يعني انا كنت جاي احجز يعني في الكاراتيه يعني وكده، بس يعني مش ضروري على فكره اضرب حد خالص، على فكره انا اصلا مسالمه والله. وهي بتتحرك ناحيته بالغلط هوب خبطت فيه بالكوع. لين اتنفضت وقالت بصوت عالي وهي متوتره: جرى ايه يا نخله انت؟ مش تحاسب وانت واقف كده اهو؟ انت اللي خبطتي فيا يا نسا. اول ما سمعت نبره صوته اتراجعت على طول بخوف. انا؟ لا والله، دي الفزة هي السبب. وهو نفخ وقال لي: تمام، روحي احجزي عند الريسبشن وخلي متدربين يدخلوا القاعه، انا رايح اشتري حاجه وراجع على طول. خرج وهو بيهز راسه مستغرب جدا من الكائن اللي دخل عليه، وبعد شويه رجع، ولما دخل القاعه وقف مكانه مبهور. لين كانت واقفه وسط البنات لابسه توب رياضي لونه ابيض وبنطلون اسود، ولما شعرها الكحكه عاليه والوش كان منور وزي القمر. فضل عمال يبص لها لثانيه كده وهو عمال يقول لنفسه: دي مين دي؟ بقى معقول هي دي نفس المجنونه بتاعت ال10 دقايق اللي فاتوا؟ وبعد كده رجع لوعيه وقال بكل برود: يلا يا جماعه، يلا بينا نبدا التمرين. وبدا يشرح الحركه، وبعد كده قال لها: انتي تعالي يلا جربي قدامي. انا طب ممكن اتمرن مع نفسي الاول، يعني نبني ثقه يعني وكده. تعالي مش هعملك حاجه. وفعلا راحت له، واول ما ضربها حركه خفيفه عشان يشرح هوب كانت وقعت على الارض فورا. فضلت عماله تبص له والدموع في عينيها. هو ايه ده بقى؟ ان شاء الله ده مش تدريب، ده جنازه يا كابتن. هو اتفزع وقال وهو بيمد ايده بسرعه عشان يساعدها: انا اسف والله، انت كويسه؟ والله العظيم الضربه دي كانت خفيفه جدا.
خفيفة؟ خفيفة ايه بس؟ انا حاسة ان انا روحي طلعت 3 مرات ورجعت تاني. وفي الوقت ده هو اتوتر اكتر. طيب خلاص ما تعيطيش، قومي يلا بالراحة. طب استنى اشوف رجلك وجعتك ولا لا. لين وهي بتكتم ضحكتها وسط دموعها. مش رجلي اللي وجعتني يا كابتن، كرامتي هي اللي اتكسرت. هو قعد قدامها وابتسم لأول مرة من ساعة ما شافها وقال بكل هدوء: انت فعلا غريبة، أول بنت تقع وتضحك. لين كانت داخلة البيت بعد يوم طويل في الجيم، شكلها كان مهدود وكأنها راجعة من حرب مش من تمرين. الشنطة واقعة نصها والشعر مفكوك والتيشيرت متكعبل في البنطلون، وصوتها كمان طالع من كتر الوجع. يا ناس، ياما، يا ظهري، يا فخادي، يا شبابك الطار، يا دنيا. وهوب وقعت على الكنبة وهي بتتنفس بالعافية وبتحط ايديها على رجلها. يا بنتي يا لين، هو الكاراتيه دوت ولا تعذيب؟ ده الراجل ماسك فيا كأني عدوة مش طالبة علم. الأم خرجت من المطبخ وأول ما شافتها كده حطت ايديها على بقها عشان ما تضحكش عليها وقالت بصوت في دلع: ايه مالك يا قلب أمك؟ مين اللي زعلك يا قمري؟ لين بتكشير وهي بتتكلم بعصبية: بقولك ايه يا ولية انتي، مش وقت شماتة خالص، انا هموت، انا حاسة ان انا عظمي بيناديلي بالاسم. يا حبيبتي ده مجرد اول يوم، طبيعي يعني تتعبي شوية. لين بعياط مصطنعة وهي حاطة كيس تلج على ظهرها. شوية؟ ده انا حاسة بكل عضلة في جسمي بتقول وداعا يا لين. طيب قومي يلا اغسلي وشك وانا اجهز لك الاكل. لين على طول بترفع راسها وبتقول فجأة بحماس: الله اكبر، هو في اكل؟ طب عامله ايه يا ست الكل؟ عامله لحمه، محشي، فراخ، نودلز، عامله ايه بالظبط؟ الام وهي بتحاول تمسك ضحكتها بالعافيه: لا يا حبيبتي، انا النهارده عامله لك قلقاس ورز ابيض وفراخ. قمت في ساعتها وقفت مكاني وكأني سمعت مصيبه. ايه؟ قلقاس؟ ايوه قلقاس، مالك يا بت في ايه؟ انت عارفه ان انا مش باكل القلقاس ومع ذلك عملتيه؟ يا نهار ابيض، انت ناويه تجوعيني رسمي. ما انت يا بت طول عمرك بتعملي دايت يا حبيبتي، اهو دايت طبيعي بقى. لين بيعيطوا عمال تدبدب برجلها في الارض: انا هموت من الجوع، حرام عليكي، حتى الاندومي خلص يا ماما، الدنيا كلها ضدي النهارده يا اماه. خلاص بقى يا بت ما تندبيش، الله هسخلك الفراخ. هو انت يا بت داخله الكاراتيه ولا داخله مسلسل تركي؟ لين وهي بتاكل الفراخ وبتتكلم وبقها مليان بالاكل: مسلسل حياتي يا ماما، اسمه مجنونة الاندومي ومدرب الكاراتيه، ولسه بقى الحلقات اللي جايه، ولعه، انتظرونا قريبا. وتاني يوم الصبح لين كانت صاحيه من النوم وهي عماله تتاوب وكانها طالع لها جهد عضلي في الروح مش في الجسم. قعدت تبص في المرايه وقالت: يا بنتي هو انا كنت بروح جيم ولا بتخانق حتى في الشارع؟ ده وشي متكسر ومخي بيقول لي روقي بقى يا لين. بس كعادتها قامت بكل ثقه وقالت: لا يا حبيبتي، ده التحدي، الراجل ده لازم يضحك والنهارده حتى لو هنزل بشبشب ومهرج كمان. وقامت ولبست تريننج تاني، بس المره دي لونه ليموني فاقع والشعر كان سايب نصه كده على جنب، ورايحه الجيم وهي عماله تغني وتضحك للناس في الشارع. دخلت الجيم وهي بتقول بصوت عالي: يا صباح الطاقه الايجابيه يا ناس، يا صباح الكاراتيه يا عالم. كل اللي في الجيم بصوا عليها، والبنت في الريسبشن كتمت ضحكتها وقالت: الكابتن جوه يا انسه لين. لين دخلت القاعه لقت الكابتن واقف بيربط الحزام بتاعه ووشه كالعاده ما فيهوش ملامح. قال لها بنبره جاده: اتاخرتي 10 دقايق. ما هو الطريق كان زحمه وكمان كنت بستنى المكنه تغلي القهوه. رفع حواجبه وقال لها بكل برود: هو انت جايه تتمرني ولا جايه تشربي قهوه؟ اتمرن يا كابتن، بس يعني الجسم لازم يستقبل اليوم بمزاج برضه. كتم ضحكته بالعافيه. تمام، يلا نبدا اجماع. وبداوا التمارين، بس كالعاده لين دماغها مش بتسكت، هو كان عمال يشرح حركه رجليه. قامت هي قالت: هو احنا لازم نضرب الناس يعني، ولا ممكن نضرب الاكل لما يعصبنا؟ الهدف هو السيطره على الغضب. تمام، يبقى سيطر وانا باكل. العيال اللي في القاعه بداوا يضحكوا وهو بص ليهم بنبره حازمه وقال: سكوت. بس بعد ثانيتين ابتسم ابتسامه خفيفه جدا، واللي شافتها بعينيها وقالت بصوت مسموع: هو ده ضحك، شفتوا يا عالم ضحك. هو اتنفض وقال بصرامه مصطنعه: هو انت مركزه ولا بتعملي برنامج كوميدي هنا؟ لا يا كابتن، بس دي بقى لحظه تاريخيه هسجلها في الكاميرا. قرب منها وقال لها بكل هدوء: انت غريبه قوي. وانت مكشر قوي، بس انا بقى اصلح الموضوع ده وابقى افتكر كلامي. هو اتجاهلها وقال: يلا هنعمل تمرين ضرب خفيف، خليكي مستعده. وبدأت تحاول تعمل الحركة بس كانت عمالة تتلخبط، وبدل ما تضربه ضربة خبطته في دراعه بالغلط. لين اتجمدت مكانها وقالت بخوف: يا مصيبتي السوخة، أنا خبطتك، أنا آسفة والله العظيم، دي الفيزياء تاني هي السبب والله مش أنا. مسك دراعها وقال لها: ده أنت مصيبة متحركة،
بس مصيبة لطيفة صح؟ حاول ان هو يكتب ضحكته على براءتها. طب روحي اقعدي هناك قبل ما اضربك بجد ها. راحت قعدت وهي بتضحك لنفسها. وبدأ يضحك كده. الطريق مفتوح يا لين. المرة الجاية ينسى نفسه وهيضحك بصوت عالي. الكابتن كان واقف ووشه كالعادة مكشر، بيبص على لين اللي لسه داخل القاعة ماسكة ازازة المية وعمالة تتنطط كأنها داخلة حفلة للتمرين، وهو قال بنبرة تقيلة كده وهو مش طايق الهزار. يلا يا نسا لين، هتعملي تمرين التوازن 20 عدة على كل رجل. لين وهي بتلف المية في ايديها. حاضر يا كابتن، بس يعني 20 ليها؟ هو مش كفاية 5 كده؟ اهو نبدأ بالتدريج. 20. لين أخدت نفس عميق. يا رب ما تكعبلش. وبدأت ترفع رجلها وتميل شوية يمين وشمال، وبعد أول دقيقتين الملل لعب في دماغها، فبدأت تغني بصوتها العالي وهي عمالة بتهز كأنها في مهرجان. غدار غدار. وفضلت عمالة تغني غدار، وبعد كده قلبت الموت فجأة وقالت بصوت طفولي: وتوت توت أنا الكتكوت، بعرف أجري وأعرف أشوت، ودي الكورة مش شلوت. هاي سقفوا اليوم بيطولوا. هي. كل اللي وراها كانوا قاعدين مش قادرين يمسكوا نفسهم من الضحك، والكابتن كان واقف حاطط ايده في وسطه ومش مصدق المنظر. فضل ساكت شويه كده وبعدها عمل حركه مفاجاه وسقف وراها جامد. لين اتخضت، نطت حرفيا من مكانها وقالت بخضه: يا نهار اسوح، ايه ده؟ مين دوت اللي سقف لي؟ لفت وراها لقيت الكابتن كان واقف مبتسم ابتسامه خفيفه جدا، بس باين عليه ان هو بيحاول يمسك نفسه من الضحك بالعافيه. لين بسرعه عملت نفسها ان هي بترجع للتمرين من تاني وقالت بصوت مكسوف: انا كنت بس يعني كنت بعمل يعني احماء غنائي يعني عشان خاطر التنفس وكده، فهمني طبعا حضرتك. الكابتن هو بيحاول يتكلم من غير ما يضحك. احماء غنائي؟ انا اول مره اشوفها دي في حياتي. لين اتكلمت معاه بكل براءه: ما هي دي طريقه جديده شفتها في فيديو تحفيزي بيقولك خليك على طبيعتك. بص لها وقال لها بخفوت كده وعينه كان فيها لمعه ضحكه خفيفه: واضح انك طبيعيه قوي يا نسالين. طبيعيه جدا يا كابتن، بس بقى مستنيه اليوم اللي هخليك تغني فيه معايا توت توت. هو لف وشه وضحك بالعافيه. ركزي في تمرينك يا لين قبل ما اطردك بره ها. لين عملت نفسها جاده وقالت وهي بتكتم ضحكها بالعافيه: تمام يا كابتن، بس ما تنساش سقفوا لين بطوله. لين كانت واقفه في نص القاعه، العرق كان سايح على جبينها، شعرها مفكوك شويه من الكحكه، وكانت بتحاول تقلد الحركات اللي قالها الكابتن بس على طريقتها هي. وبدل ما تركز في التمرين بدأت تغني تاني وعمالة تتنطط: غدار توت توت انا الكتكوت، بعرف اجري اعرف اشوت، ودي الكوره بالشلوت، سقفوا لليوم بطوله. هي وغنوا له الشاطر وقولوا له. صوتها كان عالي جدا عمال يرن في القاعه الفاضيه، وكانت فاكره ان محدش سامعها، بس الحقيقه بقى ان الكابتن كان داخل من الباب بكل هدوء، شايل ازازه ميه ووقف وراها متكتف وهو مصدوم من المنظر. شافها وهي بتعمل حركه غلط وهتقع على رجليها، وفضلت تضحك على نفسها وهي مش واخده بالها ان في عيون بتبص عليها بتركيز. هو وقف لثواني وبعدين بدا يسقف ببطء من وراها وقال لها بصوت هادي فيه سخريه: الله، ده ايه الصوت العذب ده يا نجمه؟ ده برنامج ذا فويس؟ لين اتخضت، صرخت وهي بتلف بسرعه وقالت بتوتر: يا نهار اسوح، انت جيت امتى؟ قال لها وهو بيقرب منها بخطواته التقيله كانه بيحسب كل نفس بياخده: جيت لما كنت بتقولي انا الكتكوت، وبجد بقى يا كتكوتي استعراضك النهارده كان عالمي. اتوترت اكتر وبدات تضحك ضحكه عصبيه: كنت بتمرن يعني عادي، الجو كان هادي فقلت اغني شويه عشان احمي صوتي يعني وكده. رفع حاجبه وقال لها بكل سخريه: تحمي صوتك ولا تسخني اعصابي؟ انا قايل تمرين مش حفله غناء. ايوه، ما هو التمرين لازم يبقى فيه روح، صح؟ الروح المعنويه دي مهمه على فكره. بس الروح المعنويه دي مش بتيجي بالاغاني دي ابدا، بتيجي بالتركيز يا نسالين. لفه بقى بيضرب كف على كف وقال بحزم: يلا 20 تمرين سكوات من غير غنى ومن غير توت توت، فاهمه؟ هي اتنهدت وقالت بصوت واطي: طب مش هنبدل التوت توت بحاجه تانية؟ يعني ممكن مثلا اقول انا الشطوره. بصلها بحته نظره وكانه بيقول لها انا هتجنن منك. ابدأي قبل ما افقد اعصابي. وبدأت فعلا وكل شويه تتنفس بصوت عالي: 1 2 2.5 3 3 إلا ربع. يا رجلي يا اللي بتولعي.
هو كان واقف متكتف بيتفرج وبس، بس كان واضح عليه ان هو مش قادر يمسك نفسه من الضحك. ابتسامته كانت بتطلع غصب عنه كل شويه. قرب منها وقال لها بصوت واطي: لين، انت اول متدربه اشوفها بتعد بالاجزاء العشريه. يا كابتن، يا كابتن، انا بنهار حضرتك، بنهار فعلا. انا لو وقعت هنا محدش هيعرف يشيلني خالص على فكره. هشيلك انا، بس لو وقعتي هتشوفي وشي بجد. وقتها عيونها وسعت من الصدمه. ها؟ لا لا خلاص انا كويسه اهو، انا بصحه عافيه وتمام التمام. انا اقدر على اي حاجه على فكره، انا جبل، انا قويه. اهو كده بقى، هي دي الروح اللي انا عايزه اشوفها. وفضلت تكمل التمرين وهي بتحاول تثبت انها قويه، بس بعد دقايق كانت بتقع فعلا على الارض، وقالت وهي بتتنفس بصعوبه: انا خلاص روحي طلعت، انا بشوف الملايكه يا كابتن. قرب منها بسرعه وقلقان عليها: لين، مالك يا لين، انت كويسه؟ فتحت عينيها نص فتحه وقالت بكل مكر: كويسه اهو، بس محتاجه عصير مانجا مثلا عشان ارجع للحياه من تاني يا كابتن. قام وشرب ميه وقال لها: ده انت مش متدربه، انت مصيبه متحركه. مصيبة ايه؟ دي مواهب يا كابتن، مواهب. انا ممكن اغني واتمرن واضحك الناس في نفس ذات الوقت على فكرة. قعد قصادها وقال بنبرة فيها ابتسامة خفيفة جدا: بس في الاخر بتخلي الناس تحبك غصب عنهم. سكتت للحظة وبصت له. لأول مرة عيونها تهدى وتبتسم ابتسامة حقيقية بسيطة كده، بس فيها لمعة خجل. قالت وهي بتبص في الأرض: حتى يعني لو كانوا بيتعصبوا مني كل شوية؟ رد عليها وبيبص ناحيتها بثبات: حتى لو بيحاولوا ان هما يبينوا العكس. سكتوا هما الاتنين والدنيا بقت هادية فجأة، كأن اللحظة دي كانت أول مرة كل واحد فيهم يحس إن التاني مش مجرد شخص عابر في حياته. بعدها قام وقال بنغمة عادية عشان يكسر الجو: طب يلا قومي خلينا نكمل قبل ما تفتحي لنا قناة الغنى بتاعتك. ضحكت وهي بتقوم: بس المرة الجاية هجيب سماعات واغني رسمي نظمي فهمي، خلي القاعة كلها تهيص وتشهيص الله. طيب جربي، وهخليكي تعملي تمرين 100 مرة ورا بعض. يبقى خلاص هغني في سري. مشيت وهي بتضحك وهو واقف يراقبها وهي خارجة، وقال لنفسه: البت دي شكلها مش سهلة خالص. هي كانت لسه خارجة من القاعة ماسكة شنطتها وبتتكلم مع نفسها بصوت عالي، كأنها بتحاسب الكابتن في خيالها. هو فاكرني روبوت ولا ايه؟ 20 تمرينة ورا بعض؟ ده انا اخر تمرين كنت بشوف خيال جدتي بيقول لي روحي يا بنتي ريحي. قعدت على السلم شوية بره القاعة، طلعت الموبايل وبدأت تتكلم مع صاحبتها ميرا. الو، ايوه يا ميرا، انا خلاص بموت. الكابتن ده مفتري قوي، ضربني اول يوم وخلاني اعمل تمرينات لحد ما حسيت ان انا رجلي خلاص بتودعني. ليه ان شاء الله؟ هو انت رايحه تتمرني ولا رايحه تحاربي في غزوه؟ والله يا بنتي غزوه هي الكلمه الصح، ده بيكلمني كاني عدوته مش متدربه عنده. وفجاه وهي بتتكلم لقت الكابتن طالع من جوه القاعه لابس ترنج اسود ماسك ازازه ميه وبص عليها بنظره فيها مزيج من الاستغراب والسخريه. هو انت بقى كل ما تخلصي تمرين هتعملي مؤتمر صحفي بره؟ اتلبخت وهي بتقفل الموبايل بسرعه وقالت بضحكه باهته: ها؟ انا كنت بكلم نفسي، بتحفز ذاتيا يعني. بتحفزي ذاتك ولا بتغني عليا بالكلام؟ لا لا ابدا طبعا، انت كابتن محترم، انا بقول عنك كلام حلو جدا على فكره. والله؟ زي ايه مثلا؟ زي انك صارم، انك صارم كده، بس في نفس الوقت عندك لمسه انسانيه. لمسه انسانيه؟ ده ضربتك اول يوم. ايوه، ما هي دي بقى اللمسه بقى، حضرتك ضربتني بس باعتذار شيك. وفي الوقت ده ضحك غصب عنه. طب يلا روحي، خلي عندك طاقه لبكره، ها؟ ده اليوم كان مجرد تسخين مش اكتر. تسخين؟ ده انا سخنت وبقيت فحمه يا كابتن خلاص. واخدت بعضها ومشيت وهي عماله تتلوى من كتر الوجع، وقالت بصوت عالي: يا رب يا رب ما اشوف يوم زي ده تاني. وتاني يوم الصبح صحت من النوم وعماله تصرخ: يا رجلي يا ناس، من اللي حط طوب على رجلي وانا نايمه. الام دخلت على صوتها وهي مش قادره تمسك نفسها من الضحك: مالك يا قلب امك، هو انت نازله خناقه من امبارح ولا ايه؟ خناقه؟ ابدا، دي كانت مجزره. الكابتن المفترس ده قرر يوريني النجوم في عز الظهر يا امي، وانت اللي كنت عايزه تروحي تتمرني وتعملي فورمه دي فورمه جنازه مش فورمه جسم ابدا يا امي. الام فضلت عماله تضحك وقالت وهي بتروح على المطبخ: طيب تعالي يا فلح، تعالي افطاري، عامله فول وطعميه. فول وطعميه؟ ده انا محتاجه حقنه مورفين مش فطار. وبعد كده قامت بالعافيه وكانت كل حركه بتوجعها، وكل ما تمشي خطوه تقول: يا ظهري، يا رجلي. انا خلاص هتقاعد خلاص. نزلت المركز تاني، كانت لابسه ترنج رمادي بسيط، شعرها كان ملموم على جنب، ملامحها كانت باينه ان فيها ارهاق، بس فيها لمحه خفيفه من الجمال الطبيعي اللي بيشد العين من غير ما تكلف.
أول ما دخلت شافها الكابتن وقال بنغمة ما بين الجد والهزار: ده ايه ده؟ هو حد ضربك بالليل ولا ايه؟ حضرتك اللي ضربتني الصبح ولسه الآثار باينة اهو. ما هو ده التمرين، عضلات مش حفلة شاي. اصحي بقى، النهارده هنعمل توازن. توازن؟ يعني ايه يعني؟ يعني هتحطي رجل على رجل وتقفي من غير ما تميلي. ياه، ده جميل قوي، يعني تمرين راحة كده. سكت للحظة وبعد كده قال لها: بس لو وقعتي احنا هنعيد من الاول. ها؟ وبدأت التمرين. وقفت وكانت بتحاول توازن نفسها. أول دقيقة عدت بسلام، أما التانية رجليها بدأت تتهز، والتالتة طخ وقعت تاني على الأرض وقالت بصوت عالي: أنا خلاص الأرض دي شكلها بتحبني قوي. قرب منها بسرعة وعمال يضحك. انا قلتلك خلي بالك يا لين. هو أنا اللي وقعت ولا الأرض اللي نطت في وشي؟ بس ما شاء الله عليكي، عندك روح قتالية. قتالية؟ دي روح منتهية. ده أنا بقيت أشوفك أحس إنها داخلة على ساحة معركة. ابتسامه كان بيساعدها إنها تقوم. بس صدقيني مع شوية التزام هتبقي أحسن متدربة عندي. بصيت له وقالت بنعومة فيها شوية خجل: يعني حضرتك شايف يعني إن أنا فيا الأمل؟ رد بكل هدوء وهو عمال يبص في عيونها. مش أمل، أنا شايف إن أنت عندك طاقة، ولو استخدمتيها صح صدقيني هتبهري الكل. سكتت شوية وقالت بصوت واطي: يمكن لأول مرة حد يقول كده عني. هو بصلها باستغراب، بس قبل ما يسألها قالت بسرعة وهي بتحاول تغير الموضوع: يلا نكمل بقى يا كابتن قبل ما اعيط وربنا. تمام يا كتكوت. الله، رجعنا للكتكوت تاني؟ طبعا، لقب رسمي خلاص. تمام يا كابتن المفترس. ابتسم وقال في نفسه وهو عمال يبص ليها وهي بتكمل التمرين بحماس غريب رغم التعب اللي هي فيه. البت دي غريبة، بس يمكن دي أول مرة أحس إن المكان فيه حياة فعلا. واللي بتيجي قبل المصايب الصغيرة، والقاعة فاضية إلا من صوت لين وهي عمالة بتتحرك شمال ويمين، كانت بتحاول تعمل تمرين جديد. الكابتن كان واقف بعيد بيكتب حاجة كده على الورق، كان مركز جدا كالعادة والوش مكشر زي ما يكون جاي من حرب. بس هي لأ، كانت عمالة تبص عليه كل شوية وتتكلم مع نفسها بصوت واطي. هو بيكتب إيه دايما؟ يمكن يكون بيكتب في محضر، ولا بيكتب إنجازاته في قهر المتدربين. قامت سكتت شوية وبعد كده بصت حواليها وبعدين نادت عليه: كابتن يا كابتن. نعم يا لين. هو ممكن أسألك سؤال بس ما تتعصبش؟ قولي يا نسالين. هو اسمك ايه الحقيقي؟ نعم، وليه السؤال ده يعني؟ عادي يعني، كلنا عندنا فضول نعرف اسم المدرب العظيم اللي بيخوف العصافير من صوت خطواته. العصافير؟ العصافير يا كابتن. انا لما دخلت اول يوم لقيت عصفور كان واقف على الشباك، واول ما شافك هوب طار من غير جناحات. ماشي يا بنت الاندومي، اسم ليس. ليس؟ ده اسم اسد. ايوه، ليس معناه اسد فعلا. يعني حضرتك اسد الكاراتيه؟ مش اسد الكاراتيه، انا اسمي الكامل ليس محمد الحديدي، الملقب باسد التمارين. قعدت ثانيتين ساكته وبعدين فجر الضحك. اسد التمارين؟ يعني عندك لقب رسمي؟ ده انا معرفتش غير دلوقتي ان في معسكر حربي مش في مركز رياضي. اللقب ده جالي من زمايلي ايام البطوله، كنت بتمرن يعني، واي حد يتكاسل كنت اخليه يعمل 50 ضغط. 50 ضغط؟ طب لو انا كنت هناك كنت هربت من الشباك. ما انت فعلا شبه اللي هربانه. انا؟ كل مره اديلك تمرين تتهربي وتغنيلي. يا كابتن، الغنى ده كده جزء من الروح، لازم اشجع نفسي. الله. بس انت مش بتشجع نفسك، انت بتشجع الشياطين اللي حواليكي. على الاقل بنعمل جو. القاعه من غير بتبقى مجبره على فكره. فعلا، من ساعه ما جيتي وانا سامع اصوات غريبه، غدار وكتكوت سقفوله اليوم بطوله. ايوه بقى، ما هي دي روح التحدي. حضرتك بتاخد الموضوع بجد قوي على فكره. هو المفروض ان ناخده هزار؟ التمرين يعني انضباط. واللي ضحكك اسمه ايه؟ برضه انضباط؟ انا مش بضحك. كداب. ضحكت قبل شويه لما قلت لك اسد التمارين. وقف قدامها وقال بنغمه كده شبه تحدي: عايزه تعرفي انا ليه لقبوني بكده؟ يا ريت، بس لو الحكايه بقى في عضلات ودموع فاختصر الدموع. انا كنت اول مدرب يخلي فريق كامل يخلص تمرين 4 ساعات من غير ما حد ما يشتكي. كانوا بيسموني الاسد اللي بعلم الصبر. يعني حضرتك بتستمتع بعذاب الناس؟ لا، انا بعلمهم القوه. بس بتنسى ان احنا بشر مش روبوتات. وقف ساكت لحظه وكأن كلامها لمس كده حته هو مش متعود حد يقرب منها، وقال بكل هدوء: انا اتربيت على التعب يصنع القوه، بس يمكن فعلا نسيت ان مش الكل شبه بعض. لين سكتت شويه، صوتها نزل وقالت: يمكن، بس في فرق بين انك تدرب حد وانك تكسره. هو بص في عيونها، كان لأول مرة يشوفها مش بتضحك مش بتغني بس بتتكلم بجد. رد عليها بعد صمت بسيط:
مش ناوي اكسر حد، خصوصا واحدة زيك. زيي؟ واحدة داخلة تتمرن وهي اساسا مش مصدقة انها تقدر، وبتحاول تغطي خوفها بالضحك والهزار. انا شفت النوع دوت قبل كده. في الوقت ده اتخضت وقالت له بسرعة: هو انت بتفهم في علم النفس ولا ايه؟ لا، بس بشوف الناس كويس. غريبة، اول مرة حد يخضني بجد مش هزار. لانك تستاهلي حد يشوفك على حقيقتك. ست التاني قلبها بعمال يدق بسرعة غريبة، وهي مش عارفة ترد تقوله ايه، فغيرت الموضوع بسرعة وقالت: طب يعني بقى أسد التمارين ده بياكل ايه؟ اندومي؟ انا باكل لحمة وسلطة. ياه، وانا باكل اندومي وبسكوت، الفرق واضح على فكرة. عشان كده بوقعك اول ما بلمسك. طب ايه رأيك بقى تدي فرصة للاندومي ان هو يثبت نفسه؟ اندومي ده اخره يثبت الجوع مش نفسه. ضحكوا هما الاتنين، وكانت أول مرة الضحك يكون بينهم صادق، لا في سخرية ولا في دفاع. بعدها قال لها وهو لسه مبتسم: يلا بقى خدي راحة 10 دقايق وبعدين هنكمل. تمام يا أسد التمارين، بس ما تاكلنيش وأنا مش واخدة بالي. ها؟ لو حصل كده اندوميكي مش هينفعك. خلاص، هعمل هدنة بين الأسد والكتكوت. اتفقنا يا لين. ولما مشي كانت قاعدة عمالة تبص له من بعيد وبتقول بصوت واطي وهي لسه مش مصدقة: ليس محمد الحديدي أسد التمارين؟ بس والله شكلك مش أسد، شكلك مش بني آدم. يا نهار أبيض، أحسن يطلع في الآخر دراكولا ويخفيني ويتجوزني وبعدها يمص دمي. واو، اخترعت رواية فانتازيا في ثواني. الله عليك يا بنتي يا لين. عدى وقت وأيام التمرين بقت جزء من حياة لين. كل يوم نفس الطقوس: تصحى متأخرة تجري على المركز وهي بتاكل على السريع، تدخل القاعة وهي عمالة تغني أغنية جديدة، وكل مرة الكابتن لاسي يبص لها بنفس النظرة اللي فيها مزيج ما بين الجنون والإعجاب. بس المرة دي الموضوع اتغير، هو بقى بيضحك أكتر، صوته بقى أهدى، وأحيانا تلمحه من بعيد واقف عمال يبص عليها كده وهي بتضحك مع باقي المتدربين. هي كانت سبب الضحكة اللي نورت المكان، وهو رغم صرامته كان بيحس إن وجودها بيخفف عنه تعب الأيام. في يوم التمرين ده الجو كان مش طبيعي. لين كانت داخلة مبتسمة كالعادة وهي شايلة شنطتها وبتقول: يا صباح النشاط يا كابتن الأسد. رد عليها وبيحاول يخفي الابتسامة: يا صباح النكد يا اندومي. نكد؟ طب خلي بالك بقى، النهارده عندي طاقة إيجابية فظيعة تخليك تغني معايا على فكرة. غنى؟ أنا؟ لا طبعا. أنا قررت خلاص، النهارده هنغني سوا أغنية الفريق. يا ريت الفريق يهرب قبل ما يسمعك. انت بقى اللي هتغني النهارده وانا اللي اسقف لك، ايه رأيك؟ انت مش طبيعية بجد. وانت اللي بتحب الجنون، اعترف. يمكن. سكت بعدها وكأنه مش عايز يكمل. هي وقفت قدامه وسألته بنظرة فضول: يمكن ايه؟ يمكن فعلا اتعودت على صوتك وعلى دوشتك وعلى وجودك هنا يا لين. اتلخبطت، ما كانتش عارفة ترد وقالت بسرعة وهي بتضحك: يعني خلاص بقت بتحب صوتي العالي صح؟ ده إنجاز عالمي على فكرة. بحب كل حاجة فيك يا لين، حتى الهري اللي بيطلع منك كل يوم. سكتت خالص، قلبها بدأ يدق. النكتة ما تكملتش وهو قرب منها خطوة وقال بهدوء: انت عارفة ايه اللي بيحصل لما حد كده يدخل حياتك فجأة ويقلبها هوب على وشها بس يخليها اهدى؟ بيحصل ايه؟ بيتحول خوفك دوت لحب. هي بصت له باستغراب وقالت بنغمة خفيفة تخبي توترها: يعني حضرتك وقعت في الحب يا كابتن الأسد؟ ايوه وقعت، وبالمناسبة بقى مفيش تمرين ينفع اخرج منه. ده خطر على المدربين، احنا لازم نبلغ النقابة. هو خطر فعلا، بس خطر جميل. عارفة ليه؟ ليه؟ لأن الضحية هي قلبي والمجرمة اسمها لين. قعدت تضحك بخجل وقالت وهي بتبص في الأرض: يعني حضرتك بتحبني بجد؟ أكتر مما تتخيلي، وده مش هزار ولا لعبة. أنا أول مرة في حياتي أحب حد عفوي قوي كده، طبيعي مجنون بس في نفس الوقت صادق. طب لو قلتلك إن أنا كمان بقيت بحبك، هتعملي تمرين زيادة ولا تسقف لنا؟ هسقفلك طبعا، سقفوله اليوم بطوله. ضحكوا هما الاتنين والقاعة كلها ضحكت معاهم. وبعد شهور قليلة المكان اتغير، ما بقاش مركز الكاراتيه وبس، بقى مكان بداية قصة حب. ليسي فعلا راح تقدم لها رسمي، راجل بسيط في كلامه، دخل البيت ومعاه وردة بيضة، قال لأمها بكل ثقة: أنا جاي وطالب منك إيد بنتك اللي غيرت لي حياتي. الأم بصت له وقالت بخفة دمها: غيرت حياتك؟ يعني بطلت تكشر؟ تماما، وكل ده بفضل ربنا ثم هي. لين كانت واقفة في الأوضة عمالة تبص عليهم من فتحة الباب، قلبها ده كان عمال يرقص من الفرحة، مش مصدقة إن كل ده بيحصل بجد. وبعد شهور قليلة اتجوزوا. الفرح كان بسيط بس كان كله ضحك. ولما دخلوا القاعة في أول رقصة قال لها ليس وعمال يضحك: فاكرة أول تمرين؟ فاكرة طبعا، ده أنا لسه في خدي بيفكروني بيه لحد دلوقتي. بس دلوقتي بقى نعمل تمرين جديد. اسمه إيه بقى إن شاء الله؟
تمرين السعادة ومدى الحياة. وبعد سنتين لين قاعدة في البيت، شعرها كان ملموم كده كحكة عشوائية، لابسة تريننج ومفيش اندومي في المطبخ لأول مرة. صوت طفل صغير بيجري في البيت وهو عمال يقول بصوته العالي: ماما يا ماما، بابا بيقول لي اتمرن. هو بيقولك كده عشان ما تبقاش زيه يا آدم، كفاية عندنا أسد واحد في العيلة. دخل ليس وهو شايل الأكل وقال: أسد ده إيه بقى؟ ده أنا بقيت حمل وديع خلاص. ما هو الحمل ده اللي اتجوز المجنونة، والمجنونة دي اللي علمت الأسد يضحك. قعدوا مع بعض وآدم قاعد بينهم بيحاول يقلد حركات الكاراتيه، وكل شوية هوب يقع وهم يضحكوا عليه سوا. لين قالت وهي بتبص لليس بابتسامة هادية: شايف؟ ده ابن أسد التمارين وملكة الإندومي وأحلى فريق في الدنيا كلها. ضحك وبص ليها بكل حب: بحبك يا لين. وأنا بحبك يا ليس، بس ما تنساش إن النهاردة أنا عاملة إندومي بالخضار، ها؟ يبقى يوم علامي في تاريخ الحب والإندومي. بعد الحب بيبدأ من صرخة، من موقف غريب، من تمرين بسيط، بس بيكمل لما تلاقي اللي يضحكك وانت واقع، يطبطب عليك وهو خايف عليك، زي ليس ولين. هما الاتنين علمونا ان الحب مش لازم يبقى هادي، احيانا لازم يكون فيه جنون شوية. إلا كل البنات اللي عايشين بعفوية وبيضحكوا من قلبهم رغم التعب، وبيشوفوا في الأندومي وجبة فخمة قوي بعد يوم طويل وشاق. وإلى كل شاب اتعلم ان القوة مش دايما في العضلات، ساعات بتكون في طيبة القلب. مجنونة دخلت حياته من غير إذن، قلبت كل موازينه. إلى لين وليس، قصة حب بدأت بوجبة اندومي وانتهت بعيلة صغيرة اسمها آدم. وبس كده بتكون خلصت حلقتنا، وكمان خلصت حكايتنا. يا رب تكون نالت إعجابكم، وفي نهاية الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة.